السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. شفنا مع بعض المرة اللي فاتت تجربة سموم الكبرى الهندية الباسقة ناجا كاوثيا على الكبرى المصرية ناجا هاجا، وتابعنا مع بعض الحالة واكتشفنا أن الكبرى المصرية لم تتأثر نهائيا بسموم الكبرى الهندية الباسقة، ولم تحدث أي أعراض جانبية نهائيا، في حين أن الاثنين في توزيع جغرافي بعيد جدا عن بعض، بل أن الاثنين في قارتين مختلفتين عن بعض. الكبرى المصرية منتشرة في معظم افريقيا، والكبرى الهندية الباسقة تواجدها في شرق اسيا، فبالتالي الاثنين بعيد جدا عن بعض، ومع ذلك عندها مناعة من سمومها ولم تتأثر نهائيا بسموم الكبرى الهندية الباسقة. فعشان كده النهاردة ان شاء الله هنعمل التجربة العكسية اللي لابد منها، رغم تخوفي الشديد من التجربة ديت، الا ان التجربة دي لازم ان احنا نعملها، وتخوفي ليه عدة اسباب. رقم واحد، ان العينة اللي موجودة معايا من الكبرى الهندية الباسقة ناجا كاوثيا هي العينة الوحيدة حاليا في مصر كلها من النوع ده. رقم اتنين، ان العينة دي عزيزة جدا عليا، لان العينة دي موجودة عندي من وهي عمر تقريبا 20 ل 25 يوم، فمن وهي لسه خارجة من البيضة تقريبا، وهي موجودة عندي حاليا عمرها سنة ونص، فبالتالي عزيزة جدا عليا. الحاجة التالتة، العينة اللي موجودة عندي دي عينة ذكر، فلما حبيت ان انا الفترة اللي فاتت اجيب انثى بنفس العمر، يعني في عمر سنة او سنة ونص نفس الحجم، اكتشفت ان هي هتكلفني مبلغ كبير جدا، تقريبا يتخطى ال 600 او ال 700 دولار. فالموضوع عشان كده فيه شوية قلق، ولكن لابد من التجربة ديت لعدة أسباب. السبب الأول، إحنا عايزين بالفعل نؤكد هل بالفعل جنس ناجا بالكامل، سواء في أفريقيا سواء في آسيا سواء في أي مكان، هل بالفعل كلهم عندهم مناعة من سموم جنسهم بالكامل، ولا في أنواع ممكن يبقى عندها مناعة وأنواع تانية ما عندهاش مناعة. فالتجربة بتاعت النهاردة دي هتفرق معانا جدا، وهنخلي إن شاء الله الكبرى المصرية تعض الكبرى الهندية الباسقة. وعشان برضو محدش يسأل ليه المرة اللي فاتت انت سحبت السم من الكبرى ورجعت حقنته والمرة دي هتخليها تعضها، لان الحقيقة المرة اللي فاتت كانت اول مرة يعني اسحب سم من الكبرى ديت، فبالتالي انا معرفش هي هتجيب كمية قد ايه او الكمية الموجودة عندها قد ايه، فكان لازم اعرف الكمية الموجودة قد ايه. لكن بما ان انا بتعامل مع الكبرى المصرية بقالي فترة كبيرة، فعارف كل العينات ممكن ان هي تجيب من كام لكام. فالعينه اللي هنشتغل عليها النهارده يعني دايما بتجيب من 200 ل 300 ميكرو لتر دايما في العضه او في اللدغه. فالنهارده هنخلي الكبرى المصريه تعض الكبرى الهنديه الباسقه، ونتابع مع بعض لمده 48 ساعه ونشوف هل في اي اعراض هتظهر، هل الكبرى هتعيش، هل الكبرى هتموت. هنتابع مع بعض ان شاء الله ونشوف النتيجه في النهايه. فيلا بينا على طول نبدا التجربه. دي هنا كده يا جماعه الكبرى الهنديه الباسقه، وهنخلي الكبرى المصريه تعضها ونشوف مع بعض النتيجة بعد كده. وهنا نبدأ بسم الله. طبعا كده حقنت كمية السم كلها اللي عندها في جسد الكبرى الهندية الباسقة. هنراقب الحالة مع بعض لمدة 48 ساعة إن شاء الله، ونشوف النتيجة كل ساعتين إلى 4 ساعات. لو في أي أعراض جديدة أو أي حاجة ظهرت هنشوفها مع بعض إن شاء الله. الكبرى الهندية الباسقة ناجا كاوثيا بعد مرور ساعتين بالضبط من تعرضها للدغ من الكبرى المصرية، وطبعا لازالت حية زي ما حضراتكم شايفين. ولكن يا هل ترى في أي تأثيرات عصبية أو في أي أعراض جانبية حتى الآن؟ هنلمسها ونشوف مع بعض رد فعلها، ومن خلال رد فعلها هنعرف إذا كان في تأثيرات ولا لأ. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا رد فعلها سريع جدا، وده دليل إن هي صحيا كويسة جدا ومفيش أي مشكلة حتى الآن. بصوا يا جماعة، بعد مرور 4 ساعات من تعرض الكبرى الهندية الباسقة للدغ من الكبرى المصرية، أصبح في مكان اللدغة ورم واضح جدا مكان اللدغ. طبعا الجزء اللي اتلدغت فيه هو مش باين هنا في الكاميرا، ولكن زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني بصوا هنا مع نهاية الحز ده كده، هنا بداية الورم. بصوا يا جماعة
هنا بداية الورم زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اهو الجزء ده كده مكان اللدغ ومتورم بشكل واضح، وده اول عرض ظهر معانا. هنا واضح هنا مكان التانية الجزء المتورم واضح جدا. بصوا يا جماعة، فالحقيقة مش عارف اذا كانت هي هتقدر تقاوم وتكمل ولا لا. طبعا احنا الكوبرا المصرية لما تعرضت للدغ من الكوبرا الهندية الباسقة دي مفيش اي اعراض نهائيا ظهرت، ولكن الكوبرا صحيا كويسة جدا، مفيش اي مشكلة في الاعصاب. ولكن المشكلة الوحيدة اللي ظهرت بعد 4 ساعات هو الجزء المتورم مكان اللدغ. طب تعالوا بقى نطلقها مع بعض ونشوف حالتها العصبية عاملة ازاي. زي ما حضراتكم شايفين هي عصبيا مفيش اي مشكلة نهائيا، عصبيا ما عندهاش اي مشكلة. ولكن مكان اللدغ، بصوا يا جماعة تورم كده في الجزء ده واضح اهو، مكان ما الكوبرا بتتحرك. فحتى الان ما عندناش اي حاجة ظهرت غير الاعراض الجانبية اللي هي الجزء المتورم ده. ولكن برضو ملاحظ ان الكوبرا بقت عصبية زيادة عن اللازم. الكوبرا بقت عصبية زيادة عن اللازم، ولكن مش مؤثر على الاعصاب بتاعتها، لكن هي نفسيا سلوكيا بقت عصبية. فنتابع برضو مع بعض ونشوف الحالة مع بعض. الكوبرا الهندية الباسقة بعد مرور 12 ساعة من تعرضها للدغ من الكوبرا المصرية. وطبعا كلنا لاحظنا ان بعد مرور 4 ساعات كان في هنا جزء متورم بشكل كبير جدا وكان واضح، وابتدى الورم ان هو يزيد لحد مرور 8 ساعات. ولكن من بعد مرور 8 ساعات بدأ الورم ان هو يتلاشى، وحاليا بعد مرور 12 ساعة مفيش اي اثر للورم نهائيا. الورم كان في الجزء ده، وحاليا مفيش اي اثر للورم نهائيا بعد مرور 12 ساعة. يعني حتى الجسد مفيش اي اعراض ظاهرية، يعني مفيش اي تلف في الانسجة، مفيش اي شيء مكان اللدغ. هو كان العرض الوحيد اللي ظهر كان الورم، وحاليا بعد مرور 12 ساعة مفيش اي اثر للورم نهائيا. طب تعالوا نطلق سراحها مع بعض ونشوف هل الكوبرا في تأثر عصبي او اي شيء، ولا الكوبرا تعافت تماما بعد مرور 12 ساعة. هنا الكوبرا زي ما حضراتكم شايفين دي هنا بعد مرور 12 ساعة الكوبرا لازالت بكامل صحتها. طب تعالوا نلمس الكوبرا ونشوف هل الكوبرا متأثرة عصبيا ولا في أي شيء ظاهر. طبعا الكوبرا هنا بتحاول إن هي تهرب، ولكن احنا مش عايزين نديها فرصة الهرب دلوقتي، لأن احنا عايزين نشوفها هل تأثرت عصبيا ولا لأ. الكوبرا لازالت بكامل صحتها بعد مرور 12 ساعة، مفيش اي تأثيرات عصبية نهائيا. وزي ما حضراتكم شايفين الكوبرا بتتحرك بشكل طبيعي جدا، ولو لمسنا الكوبرا هتقف وتدافع عن نفسها. ومع ذلك برضو هنتابع الحالة لمدة 48 ساعة عشان نتأكد يقينا ان الكوبرا عندها مناعة من سموم الكوبرا المصرية. الكوبرا الهندية الباسقة بعد مرور 24 ساعة بالضبط من تعرضها للدغ من الكوبرا المصرية، وزي ما حضراتكم شايفين الوضع عامل ازاي. طبعا هي قاعدة 24 ساعة في طبق المية، وزي ما حضراتكم ملاحظين الكوبرا لازالت عايشة وبصحة جيدة جدا. ولكن اللي يأكد لنا برضو اننا نلمس الكوبرا ونشوف هل الكوبرا لازالت بتهجم ولازالت بصحة كويسة ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين
طبعا الكوبرا غضبانة جدا، ولكن صحيا انا حاسس ان الكوبرا اصلا صحتها ردت على على اللدغة. لكن طبعا مكان الورم بتاع امبارح مفيش اي اثر نهائيا. مكان الورم طبعا بعد مرور 12 ساعة تلاشى تماما، فبالتالي مفيش اي اعراض حاليا ظاهرة، سواء اعراض جسدية او حتى اعراض سلوكية او حتى اعراض ظاهرية زي مثلا تأثر اعصاب او اي حاجة من دي. الكوبرا الهندية الباسقة ناجا كوثيا بعد مرور 48 ساعة من تعرضها للعض من الكوبرا المصرية، وزي ما حضراتكم شايفين الكوبرا لازالت عايشة ولازالت بصحة جيدة جدا. ونأكد ده في ان احنا نلمس الكوبرا عشان نأكد ان هي بالفعل صحتها كويسة جدا ومفيش اي اثار جانبية نهائيا. زي ما حضراتكم شايفين كان العرض الوحيد اللي ظهر تورم بعد مرور 4 ساعات وتلاشى بعد مرور 12 ساعة، ودلوقتي بعد مرور 48 ساعة مفيش أي تأثيرات نهائيا. وزي ما حضراتكم شايفين الكوبرا تحملت سموم الكوبرا المصرية زي ما الكوبرا المصرية تحملت سموم الكوبرا الهندية الباسقة، في حين ان الكمية اللي تعرضت للدغ بيها الكوبرا الهندية الباسقة كانت اكبر من الكمية اللي هي حقنتها في الكوبرا المصرية. ولكن هنا مش هتفرق لان طالما عندها مناعة من نفس النوع، فبالتالي مش هيفرق معاها اذا كان الكمية كبيرة او صغيرة، الا طبعا اذا تخطت الحدود بيبقى لها تأثير. فهنا زي ما حضراتكم شايفين بعد مرور 48 ساعة الكوبرا مش بس اثبتت لنا ان هي عندها مناعة من الكوبرا المصرية، بل ان هي اثبتت شيء اكبر من ده. وردا على السؤال اللي كنا بنتسأله دايما، هل الانواع الاسيوية والانواع الافريقية رغم ان هم نفس الجنس هل عندهم مناعة من بعض او من سموم بعضهم؟ فالحقيقة كنت الاول متشكك من السؤال ده، كنت بقول غالبا هيكون تأثيرهم على بعض وممكن يقتلوا بعض. ولكن دلوقتي اثبتنا بالفعل ان جميع جنس ناجا سواء في افريقيا سواء في اي مكان ملوش اي تأثير على بعض وعندهم مناعة من سموم بعضهم، لان احنا جربنا الكوبرا الهندية والكوبرا الداكنة وهنا الكوبرا الهندية الباسقة. كل الانواع من جنس ناجا لم تتأثر باي سموم نهائيا سواء من جنسها او حتى من الانواع الاخرى. فدي معلومة الحقيقة كان المفروض ان انا منتظرها من زمان جدا وكنت عايز اجربها، ولكن ما كانش فيه فرصة، والفرصة حاليا جت زي ما حضراتكم شايفين. وفي نقطة برضو حابب ان انا اوضحها سريعا، يعني في ناس كتير بيسألوا طب طالما ان الكوبرا عندها مناعة من كل السموم ديت ليه ما ناخدش منها المصل المضاد او ما نستخرجش من الدم بتاعها الاجسام المضادة؟ وده لان الحقيقة في سبب رئيسي، ان انواع الثعابين المناعة بتاعتها بتشتغل بطريقة تانية مختلفة عن مناعة البشر او مناعة الحيوانات، وهي ان مناعة البشر او الحيوانات بتبدأ ان هي تنتج اجسام مضادة للسموم اللي داخلة لجسمها. ولكن التعابين بيحصل عندها حاجة اسمها منع ارتباط الجزيئات بالمستقبلات، يعني جزيئات السم اللي داخله الجسد ديت المناعة عندها بتبدأ ان هي تشتغل تعمل شغل عكسي، فبالتالي بتمنع ارتباط الجزيئات ببعضها، فبتمنع السم اساسا من العمل، مش ان هي بتكون له اجسام مضادة بل ان هي بتمنع السم من العمل. فعشان كده ما نقدرش ناخد منهم اجسام مضادة. فالحقيقة كانت تجربة على قد ما هي مهمة جدا على قد ما هي كانت تجربة مقلقة جدا، وتجربة يعني أنا الحقيقة مبسوط بالنتيجة بتاعتها. فأثبتت إن جنس ناجا بالكامل سواء في إفريقيا أو في آسيا أو في أي مكان عنده مناعة من سموم الجنس بالكامل. وإن شاء الله برضو أي حاجة هتيجي عندنا غريبة سواء كبرى عربية أي نوع من الكبرى إن شاء الله برضو هنجرب السموم بتاعته على الكبرى المصرية ونشوف ونأكد المعلومة اللي أنا بالفعل حاليا اتأكدت منها. ففي الختام أتمنى أن أكون أفدت حضراتكم وأتمنى دعواتكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.